السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. النهاردة هنتكلم في موضوع مختلف شوية، وهو موضوع حرب طاحنة بتدور روحها في مدينة المحلة الكبرى بقالها يومين. الحرب دي طبعا مش حرب إزهاق أرواح ولا قتل، ولكن هي حرب القطايف واللطايف، حرب اسمها الأشرطة. الحرب دي بدأت الخميس اللي هو امس. انا ببث الفيديو النهارده الجمعه. من فتره كده سلسله محلات شهيره جدا اسمها بلبن اعلنت ان هي تفتح فرع في مدينه المحله الكبرى اللي هو يوم 18/5 الموافق الخميس اللي هو امس. الكلام ده ما عجبش ابن مدينه المحله الكبرى اللي هو الصياد، وقال لك ايه، انا هحرق دمهم ليله افتتاح فرعهم. فقال لك يا جماعه انا عامل عرض قنبله، ما حدش يقدر لازم كله يستسلم للعرض ده يعني. وعرض مغري، هو سعر الأشرطة من 45 ل 20 جنيه لمدة يومين اللي هو الخميس والجمعة. كله ده عشان يحرق دم سلسلة محلات بلبن. اللي البلد انقسمت فريقين، فريق يقول لك ايه دعم ابن البلد، وفريق يقول لك لا ده المنتج بتاع بلبن احلى بكتير، فالسعر مش هيفرق معانا. انا كايمن ابن مدينه المحل الكبرى بقول لك ليا راي مختلف. بقول لك ايه بقى، اللي يريح جيبك ويريح مزاجك هات منه. مع خصوصا في موضوع الاكل ده مفيش فيه حاجه اسمها انتماء، لان الانتماء للي يريح المعده ويظبط المزاج. انا كراجل مثلا بحب اجيب سندوتشات فول عندي تحت البيت، في ناس بتبيع فول، ولكن بحب اجيب من البغل، بحب اجيب من الاسناوي. فرن العيش جنب مننا، ولكن بروح اجيب من منطقه تانية لان ده دول حاجته منتجه احسن. فالموضوع ده مفيش فيه انتماء ووطنيات. انزل يا ريس، العرض النهارده بتاع الصياد نهايته النهارده الجمعه. لو انت اسرتك من 4 افراد هتجيب 4 اشرطه كده تاكلهم بمزاج وتسترجع ذكريات زمان مع المدام. وخد الاولاد وعيش حياتك، خدها كده، الجو جميل النهارده اخر النهار، خدها صلانسيه. اتمشى براحتك يا معلم، هات لك 4 اشرطه ب 80 جنيه، كلهم على جنب او كلهم في المحل وعيش حياتك وميز الطعم. عشان اسبوع كده ولا حاجه تنزل بلبن تجرب المنتج بتاعه، خصوصا انه منتجه بيقولوا عليه كويس. بيقولوا انت هتجرب بنفسك. انا كايمن ما جربتش يعني. هل يا ترى هي الاشرطه ديت ايه هي؟ انا ما اعرفش. هل يا ترى مثلا هي كيكه وعليها مثلا قشطه كتير مثلا واضافات مكسرات او فواكه؟ الله اعلم. المهم كلنا هنجرب ونشوف. فانت انزل النهارده استفاد بالعرض بتاع الصياد اللي هو اخره النهارده ب 20 جنيه، هيبقى في متناول ايدك، لان طبعا ابتداء من السبت هيرجع تاني 45 جنيه. بالنسبه للناس اللي بتقول لك المنتج بتاع شجع ابن بلدك، طبعا اللي يخلي الواحد يستغرب، انت شجع ابن بلدك، ما هو طبعا سعر 20 جنيه دوت بالنسبه له ما اعتقدش انه بيخسر، لانه كل يوم يعلن على صفحته ان نزل بقاله يومين اهوت ده خلص 3000، خلص 2000، خلص. فمش معنى ذلك ان هو فرحان بالخساره بتاعته. لو نقول هيبيع الحاجه بثمنها، فكان من باب اولى ان هو يقول لك بدل 45 35، عشان يبقى في متناول الجميع والناس تجرب وتعيش حياتها، خصوصا في الايام اللي ما يعلم بيها الا ربنا ديت. فانت يا محترم خد اسرتك، انزل النهارده جرب الصياد وبال 40 جنيه. بعد فتره كده، لان بلبن سعره لحد 55 ما بيتغيرش، جربه بعدين وميز ما بين الاثنين، وبعد كده اللي يعجبك يا سيدي هات منه على طول. المفاجاه بقى الكبيره ان النهارده السردي اعلن في صفحته ان هو هينزل اشرطه النهارده وهيضرب الجميع. فمنزل فزور على الصفحه بتاعته بيقول لك ايه، خمن السعر اللي هنبيع بيه النهارده. فاللي هيخمن هيبقى له جايزه من صفحه الصيد، يخش ويشوف الصفحه وتابع معاهم. في الاول وفي الاخر اللي مزاجك يروح له هات منه، ما ترتبطش بسعر، لان طبعا انت هتجيب حاجه بسعر قليل ولكن مش حلوه، يبقى زي قلته. هتجيب حاجه بسعر مبالغ فيه غالي وطعمها وحش، يبقى المحل مش هيستمر. خصوصا ان بالنسبه للموضوع باللبن، الناس كلها قالت لك ايه، والله باللبن هو فروع اسكندريه بس اللي هي المنشأ الاشرطه ديت. قال لك اسكندريه بس بلبن هو الكويس، انما بقيه الفروع بتاعته مش قد كده. فانت انزل جرب، توكل على الله وميز وعيش حياتك، وقول لنا في الكومنتات عملت ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.